فاكهة لونها أصفر ذهبي أو أخضر زاهي، وبمجرد ما بتتقطع بتملى الجو بريحتها اللي بتشدك غصب عنك. طعمها بيدوب في البق وبيخلي أي حد يعشاها من أول مرة. والفاكهة دي هي المانجا. لكن يا ترى عمرك فكرت إن الفاكهة دي مش مجرد أكل حلو وخلاص؟ المانجا وراها تاريخ طويل ممتد لآلاف السنين، وارتبطت بالأساطير والديانات ودخلت في الاقتصاد والسياسة، وكمان فيها أسرار علمية غامضة لحد دلوقتي. النهاردة هناخد جولة في العالم الخفي للمانجا، فاكهة شكلها بريء لكن مليانة أسرار تخليها مش عادية أبدا. أهلا بيكم ويلا بينا نبدأ. الهند بتعتبر المانجا مش مجرد فاكهة، لكن تاج على رأس كل الفواكه، وبيطلقوا عليها لقب ملكة الفاكهة. الغريب ان المانجا هناك مش بس ليها قيمة غذائية، لكن كمان ليها قيمة دينية وروحانية. في الأساطير الهندوسية بيحكوا ان شجرة المانجا كانت مرتبطة بالإله بوذا، اللي كان بيقعد يتأمل تحتها في عز الهدوء. عشان كده المانجا بقت رمز للسلام والصفاء. وحتى في الأعياد الناس في الهند بيزينوا بيوتهم بأوراق المانجا زي اللي بيزينوا بشجر الكريسماس كده، وكأن المانجا بالنسبة لهم مش مجرد أكل، دي رمز للحياة نفسها. المانجا مش اختراع جديد ولا موضة عابرة، ده العلماء بيأكدوا إن تاريخها بيرجع لأكتر من 4000 سنة. يعني في الوقت اللي كانت فيه حضارات زي الفراعنة والبابليين لسه بتبني حضاراتها، كان في ناس في الهند بيزرعوا مانجا وبيهتموا بيها زي ما احنا بنهتم بالذهب. والأغرب إن التجار العرب كانوا السبب الرئيسي في نشر المانجا للعالم، وعن طريق رحلاتهم التجارية دي المانجا وصلت لإفريقيا وبعدها للعالم كله. يعني تخيل من غير العرب كان ممكن المانجا النهاردة تفضل محصورة في الهند بس وما نعرفش عنها أي حاجة. اللي يخلي المانجا غامضة أكتر هو التنوع الجنوني بتاعها. تخيل معايا، في أكتر من 1000 نوع مانجا حوالين العالم، كل نوع ليه طعم مختلف وأوان مختلف وحتى ريحة مختلفة. المانجا اللي بتتاكل في مصر زي العويسي والزبدية مثلا مش زي اللي بتتاكل في المكسيك أو تايلاند. في مانجا طعمها فيه نكهة عسل، وأنواع تانية فيها لمسة من طعم جوز الهند. وفي اليابان في نوع نادر جدا اسمه تايوزو تاماجو أو بيضة الشمس، سعر الواحدة بيوصل ل $4000، مش عشان الطعم بس لكن علشان شكلها الأحمر اللامع بيخليها شبه الأحجار الكريمة، وكأنها مش فاكهة، دي جوهرة. رغم كل الجمال ده بس المانجا ليها جانب مظلم. القشرة بتاعتها مش بريئة زي ما الناس فاكرة، فيها مادة اسمها يوروشرول شبه المادة اللي بتسبب حساسية في نبات اللبلاب السام. وده بيفسر ليه في ناس بمجرد ما يلمسوا القشرة جلدهم بيحمر أو بيطلع فيه طفح، وفي ناس بتوصل معاهم الحالة لدرجة تورم خطير. يعني اللي عنده حساسية من المانجا ممكن يتأذي من مجرد اللمس مش الأكل. تخيل المفارقة، فاكهة بتخلي الناس في قمة السعادة ممكن تبقى خطر على ناس تانية بمجرد ما يقربوا منها زي كده. المانجا مش بس بتشبع جسمك، دي كمان بتأثر على عقلك بشكل مباشر. فيها مواد زي التيروبتوفان اللي بتتحول في الجسم لهرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، وده السبب انك بتحس ان مودك اتحسن فجأة بعد طبق مانجا ساقع وكأنها بتغسلك من جواك. والأغرب ان في دراسات بتقول ان المانجا ممكن تقلل التوتر وبتساعد على النوم الهادي. يعني مش بس فاكهة لذيذة، دي كمان علاج طبيعي للاكتئاب والقلق. وكل ده وانت فاكر انك مجرد بتاكل مانجا عادي. في افريقيا وبالذات في القرى في اعتقاد عجيب ان شجرة المانجا بتجيب الخير والبركة. بيقولوا ان اللي بيزرع شجرة مانجا عند بيته عمره ما هيجوع. وناس تانية كمان مقتنعة ان الشجرة بتحمي اصحابها من الارواح الشريرة، عشان كده بتلاقيهم دايما بيزرعوا المانجا في نص القرية كرمز للامان والوفرة. والمدهش ان نفس الفكرة موجودة في ثقافات تانية حوالين العالم، كأن في سر روحاني غامض حوالين الشجرة دي بالذات. البذرة الكبيرة اللي كلنا بنرميها من غير ما نفكر في بلاد تانية بتعتبرها كنز. في آسيا مثلا الناس كانوا بيطحنوا بذور المانجا وبيستخدموها كعلاج للتسمم، وأحيانا لعلاج أمراض زي الإسهال والديدان. مش بس كده، في الطب التقليدي كمان كانوا بيستخدموا الزيت اللي بيطلع من البذور لعلاج الجلد والشعر. يعني اللي بالنسبة لينا بيترمي عندهم كان دواء وسر حياة. المانجا مش بس لذيذة، دي كمان ثروة اقتصادية. الهند لوحدها بتنتج أكتر من نص مانجة العالم، بتدخل مليارات من التصدير وبتشغل ملايين المزارعين والعمال. وفي دول زي المكسيك والفلبين المانجا بتعتبر من أهم مصادر الدخل القومي. يعني الفاكهة دي ممكن تغير اقتصاد دول بالكامل.
وده بيفسر ليه في صراعات بين بعض الدول على تصدير المانجا للأسواق الكبيرة زي أوروبا وأمريكا. فأنت مش بتاكل مانجا بس، أنت بتمسك في إيدك جزء من اقتصاد عالمي ضخم. الغريب في المانجا إن زراعتها مرتبطة بشكل مباشر بالطقس. شجرة المانجا حساسة جدا للتغيرات الجوية، لدرجة إن في بعض القرى في الهند كانوا بيتنبأوا بالطقس من خلال الشجرة. يعني لو شجرة أظهرت بدري بيقولوا إن الصيف ساعتها هيبقى حار جدا، ولو ظهرت متأخر يبقى في مطر كتير جاي. كأن الشجرة دي مرتبطة بالسماء بطريقة سحرية. والأغرب إن المزارعين كانوا بيعتمدوا عليها أكتر من محطات الأرصاد، وفعلا توقعاتهم كانت بتطلع صح. في ثقافات مختلفة حوالين العالم المانجا كان ليها مكانة خاصة في الحكايات الشعبية. في الفلبين مثلا في أسطورة بتقول إن أول شجرة مانجا نبتت من دموع بنت كانت بتحب شاب واتمنعت منه، ولما ماتت دموعها نزلت على الأرض وتحولت لشجرة مانجا. عشان كده بيعتبروا المانجا رمز للحب الصادق اللي ما بيموتش. وفي أماكن تانية المانجا كانت بتتقدم كهدية مميزة في الأفراح، عشان بتبقى رمز للخصوبة والحب الدائم. يعني ورا كل ثمرة مانجا قصة وأساطير بتتوارثها الأجيال. بعد كل اللي عرفناه، المانجا مش مجرد فاكهة عادية زي ما كنا فاكرين، دي تاريخ وأساطير وحماية واقتصاد وعلم، وكل يوم العلم بيكتشف فيها حاجة جديدة. المرة الجاية وانت بتاكل مانجا افتكر انك ماسك في ايدك مش بس فاكهة، لكن سر من أسرار الطبيعة اللي لسه العالم كله بيحاول يفهمه. المانجا أبسط مما تتخيل وأعقد مما تظن. ودي كانت حلقة النهاردة، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ايه أكتر معلومة عرفتوها النهاردة كانت غريبة بالنسبة لك. واهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.